شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. رئيس جهة العيون لامرو 20 خطاب المسيرة تاريخي وتحدث فيه الملك بلغة الأرقام. ألف علي التومي نشر في زنقة 20 يوم 07/11/2022. قال رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سدي حمدي ولد الرشيد إن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 47 لعيد المسيرة الخضراء كان خطابا تاريخيا يتسم بالصراحة والشجاعة المعهوده في خطب جلالته السامية. وأضاف ولد الرشيد في تصريح لموقع رو 20 على هامش مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي مساء أمس الأحد بقصر المؤتمرات أن الخطاب الملكي بالمناسبة أبرز الجانب التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار النموذج التنموي. واعتبر ولد الرشيد أن تأكيد الملك لبلوغ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية مراحله الأخيرة بنسبة 80% هو دليل واضح على نجاح المسيرة التنموية التي يقودها عاهل البلاد الملك محمد السادس بأقاليمنا الجنوبية. وأوضح المتحدث ذاته أنه فيما يخص الشق الثاني من الخطاب الملكي فقد تحدث الملك وبلغة الأرقام عن الاستثمارات الضخمة بين المغرب ونيجيريا، وهو خطاب بمثابة تكملة لخطاب افتتاح الدورة البرلمانية في مجال الاستثمار والنهوض به كأولوية. وشدد ولد الرشيد أن الاستثمار بكل أنواعه هو موضوع حاضر في كل التوجهات السامية للملك محمد السادس، وهو أيضا بمثابة رسالة للعالم بأن المغرب دولة تحظى بالأمن والاستقرار وجاهزة ولها كل المؤهلات لاحتضان كل أنواع الاستثمار. تابع وآخر الأخبار من زنقة 20 على جوجل نيوز. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. مواضيع ذات صلة. ولد الرشيد لام كود خطاب سيدنا كان واضح وصريح وكيحفز على مواصلة البناء والاستثمار. فالصحراء. ولد الرشيد لامرو 20 خطاب الملك رسم معالم جديدة للأمن المائي والنهوض بالاستثمار. الملك محمد السادس مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة بلغ مرحلته الأخيرة. الملك يدعو للتنزيل الكامل للامركزية. ميثاق الاستثمار وتعزيز المنافسة الشريفة. الملياردير الهندي أداني يختار العيون والداخلة لاستثماراته في الطاقة النظيفة.